السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم بالدرس الرابع بالفصل الثاني راح ناخذ حدودية ثلاثية ونحل وزاريات تبعها. أول سؤال وزاري طلاب يجيكم اختيارات، طبعا هو يجيك أكثر من اختيار، بس احنا راح ناخذ بس اللي يخص حدودية ثلاثية بالتجربة. أول سؤال طبعا 2019 تاء يعني تمهيدي طلاب، تاء يعني تمهيدي. هنا انطاني السؤال وقال اختار وحدة من الإجابات الأربعة. احنا راح نكتب السؤال جوا يمنا ونشوف الحل تبعه. ناخذ الأقواس بالتجربة لأنه موجب في الموجب موجب، موجب في السالب سالب، بعدين نحلل الأطراف. الطرف الأولاني واي في واي، والطرف الأخير جاي من 1 في 21 و3 في 7. الحد الأول هو واي بواي، ناخذ آخر ضرب اللي هو 7 في 3. نتأكد من الحل لأن إحنا دائما نقول ناخذ كل رقم وإشارته. زين طلاب، فراح نقول موجب 7 واي ضربناهن، نضرب البعيد الأطراف فراح يطلع لي سالب 3 واي، إشارات مختلفة فراح نقول طرح أكبر، يطلع لي 4 واي موجب. السؤال هو الحد هذا يشبه الحد الأوسط؟ فتمسحون الحل كله هذا، تعوفون بس الأقواس وندور هذا الحل يا نقطة طلاب هو، وتختارون انتو الإجابة. فراح تشوفون انه واي زائد 7 واي ناقص 3 هي تشبه الحد بي. الإجابة هي بي طلاب. خلصناها هسه، هنا صارت عندنا هاي الإجابة. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الثاني كلي تحلل، هنا جاي 2019 دور أول. نحلل الأطراف، ف16 جاية من 1 في 16 و2 في 8 يساوي 16 و4 في 4. الحد الأخير جاي من 1 في 1. نسوي الأقواس ونشوف موجب في السالب سالب، سالب في الموجب سالب، يعني صارت الأطراف عندنا الأقواس اثنتين سوالب. احنا دائما ايش قلنا ناخذ الطرف الأخير بالموضوع، فهنا وهنا ما ننسى عندنا زيت طلاب، فراح ناخذ 4 زيت ب4 زيت، 1 ب1، يعني أخذنا بس الأطراف، بس لازم نشوف الأطراف يساوون الأوسط، فسالب 4 زيت. ليش؟ لأن احنا راح نضرب الواحد في يعني وسطين في طرفين. زين طلاب، بس قبل لا ننسى شيء انه لازم ناخذ اشارات الموضوع، فراح تصير سالب 4 والأطراف 1 في 4 زيت هم سالب 4 زيت، إشارات متشابهة يعني جمع أكبر سالب 8 زيت. طلاب هذا الحل يشبه الأوسط؟ إذا أنتو حلكم هذا مضبوط. تريدون تمسحون الجو امسحوه، تريدون تعوفونه يكون أحسن، هذا تريدون تمسحوا تعوفوه اكتب كيفكم بعد. زين نشوف السؤال اللي بعده. هنا عندنا الأقواس، موجب في الموجب موجب، موجب في السالب سالب، بعدين نحلل الأطراف واي بواي، الاثنين جاية من 1 في 2 وبس. ناخذ الطرف الأول واي بواي، وناخذ هنا 2 وهنا 1، قلنا دائما الكبير وبعدين الصغير. موجب 2 في واي موجب 2 واي، والأطراف هسه وسطين ضربنا، والأطراف سالب 1 واي، طرح أكبر، نطرح 1 واي والإشارة موجبة. السؤال هذا الحل يشبهه؟ بس احنا قلنا الواحد طلاب ما ينكتب، الواحد ما ينكتب، يعني حلنا أكيد هذا القوسين، وتقدرون الجوا كليته تمسحونه أو تعوفوا يكون أفضل. شوف السؤال هنا جاي 2021 التمهيدي. نسوي الأقواس، موجب في الموجب موجب، موجب في السالب مختلفات سالب،
الأطراف نسويهن. الواي جاية من واي في واي، والثلاثة جاية من واحد في ثلاثة. الحد الأول واي، والحد الأخير هو 3 في 1، لأن ناخذ أول شي كبير وبعدين الصغير. نضربهن ونشوف موجب 3 واي، ونضرب الأطراف -1 واي، فراح نقول له طرح أكبر. كمدرس يفضل تعوفوهن، فراح يصير طرح موجب 2 واي يشبهه. إذا يشبهه خلص الموضوع، إذا حلنا القوسين ذني صحيح. شوف السؤال اللي بعده. هاي وزاريات 2021 تمهيدي. الثلاثة جاية من 1 في 3 اكس باكس، والثمانية جاية من 1 في 8 و2 في 4. نسوي الأقواس ونشوف. موجب في السالب مختلفات سالب، مختلفات سالب، نمسحها. هسه راح ناخذ الطرف الأول اللي هو 3 اكس ب1 اكس، وراح ناخذ 4 في 2. هاي أخذناهن. القريب ويا القريب فراح يصير -4 اكس، والبعيد ويا البعيد فراح يصير 6 اكس سالب. مشابهات فراح أقول له جمع أكبر -10 اكس. -10 اكس يشبه الحد الأوسط، إذا هاي القوسين صحيحات، والباقي تقدرون تمسحونه أو عوفون بعد ما أقول هاي الكلمة. هنا راح نسوي القوسين. موجب في الموجب مشابهات موجب، مختلفات الإشارات سالب. نحلل الأطراف. الثلاثة جاية من 1 في 3، ويا كل رقم راح ناخذ الإكس. الخمسة جاية من 1 في 5، فراح ناخذ هنا 3 اكس، وهنا 1 اكس. راح ناخذ 5 وال1، نضرب الوسطين موجب 5 اكس، نضرب الطرفين 1 في 3 اكس -3 اكس. الموضوع راح يكون طرح أكبر موجب 2 اكس. السؤال الحل مالنا يشبه الأوسط، يعني انتو هذا حلكم صحيح. بس طلاب تقدرون تمسحون هذا الواحد، يعني دائما إذا يكون عندك هنا 1 تقدر تمسحه. تقدرون طلاب تمسحون الواحد، وتقدرون تعوفونه، ما اكو مشكلة، بس لا تخلونه يدوخكم. الواحد شي عادي. زين، السؤال اللي بعده 2021 الدور الأول. راح نسوي قوسين. متشابهات الإشارات، لأنه اللي ما إله إشارة موجبة فنقول له متشابهات موجب، مختلفات سالب، ونمسح الأسهم. بعدين نحلل الأطراف. إكس بإكس، 4 جاية من 1 في 4 و2 في 2. نقسم الحد الأول إكس بإكس، وراح ناخذ 4 ويا 1. ليش 2 و2 فيدنا؟ لأن إذا أجمعهن يطلع لي 4، يعني ما يشبه الأوسط، وإذا أطرحهن يطلع لي 0، ما راح يطلع لي الأوسط. بس إذا فكرت بالأربعة أجمعهن يطلع لي 5، ما يشبه الأوسط. بس إذا أطرحهن راح يطلع لي 3، يعني يفيدني بالأوسط. فأخذت 4 وال1 أوتوماتيكيا. الوسطين موجب 4 اكس ضربناهن، والطرفين -1 اكس. طرح أكبر، فراح تصير موجب 3 اكس. الحل مالتي يشبه الحد الأوسط، يعني أنا أكيد هذا الحل صحيح. شوف السؤال اللي بعده. هنا نسوي أول شيء الأقواس. 20 نضربهن أول شيء موجب في السالب، مختلفات سالب، مشابهات الإشارات موجب، ونمسحها. نحلل. جاية 20 من 1 في 20 يطلع لي 20، و2 في 10 يطلع لي 20، و4 في 5 يطلع لي 20. 3 واي جاية من 1 في 3، ويا كل رقم لازم نحط له الواي. زين، فراح ناخذ آخر واحد من عندها، نحط 5 هنا وال4، نخلي 3 واي هنا
والواحد واي هنا. الواحد نقدر نمسحها مثل ما قلت لكم، نضرب القريب ويا القريب بس ما ننسى إشارة كل واحد ناخذه وياه. فالقريب ويا القريب يعني سالب 3 في 4 12 واي، والبعيد طرف موجب 5 واي. الإشارات مختلفة، طرح أكبر، يعني سالب 8 سالب 7 واي. راح نلاحظ انه الحد مالتنا يشبه الحد الاوسط، يعني اني اكيد الحل مالتي مضبوط، والافضل تعوفون الحكي الباقي ولو انا كنت بعد ما اقولها. زين، شوف السؤال اللي بعده. هنا عندنا اقواس ونحط الاشارات، موجب في السالب، مختلفات سالب، مختلفات سالب. نمسحن ونحلل الأطراف. هسه 9 جاية من 1 في 9 وجاية من 3 في 3، وما ننسى من ناخذ أي حرف لازم نحط له زت، والواحد جاي من 1 في 1، فراح ناخذ 3 زت وال3 زت. ليش؟ لأنه إذا جمعتهن يطلع لي 6 بالنص. هنا إذا جمعهن 10، وإذا أطرحهن 9 ويا الواحد يطلع لي 8، فما راح يفيدني 3 و3. زين، وهنا 1 و1. القريب الأطراف الوسطين، لأن احنا أول شي لازم ناخذ الوسطين وبعدين ناخذ الطرفين. فالوسطين سالب 1 في 3 زيت 3 زيت، والأطراف السالب ينزل 1 في 3 زيت 3 زيت. جمع إذا الإشارات متشابهة، جمع أكبر سالب 6 زيت. السؤال الحل مالتي يشبه الحد الأوسط؟ إذا هاي القوسين صحيحات، هو اللي يريدهن. شوف السؤال 2021 الدور الثاني. نسوي أول شي الأقواس، موجب ويا الموجب موجب، موجب ويا الموجب موجب، يعني إنه إشارات متشابهة نحط أكيد الموجب. نحلل هسه الأطراف طلاب. هنا جاية من 1 في 2 اتش في اتش، وال15 جاية من 1 في 15 يساوي 15، و3 في 5 يساوي 15. ناخذ الأطراف ونشوف. راح نحط هنا 2 اتش وراح نحط 1 اتش. طبعا قلنا نقدر نمسح الواحد بس نحطه على مود الضرب مالتنا ما ننساه. يعني هنا راح ناخذ 5 وال3 ونشوف نضرب القريب الوسطين والطرفين، بس ما ننسى إشارات الموضوع. الوسطين يعني قصدي اللي بالوسط صايرات، راح ناخذهن نسويها هسه طلاب، يطلع لي موجب 5 اتش، والأطراف يطلع لي 6 اتش وأكيد موجب. فالإشارات متشابهة، جمع أكبر موجب 11 اتش. السؤال الحل نفس الأوسط؟ يعني أني أقواسي مضبوطات، جربت وطلع لي مضبوطات. شوف السؤال اللي بعده. السؤال هذا طلاب أريدكم أنتوا تحلوا لي إياه، جاي 2021 الدور الثالث. أنا حليت واحد يشبه له فحبيت أعوف لكم إياه. زين، هنا السؤال نسوي قوسين 2021 دور ثالث. الموجب ويا السالب مختلفات سالب، والسالب ويا السالب متشابهات موجب. دائما بالضرب الإشارات المتشابهة موجب والمختلفة سالب. الخمسة مين جاية من 1 في 5 بس يمها الإكس، فكل ما راح أخذ رقم راح أحط يمه إكس. الستة منين جاية؟ 1 في 6 يساوي 6، و2 في 3، فراح يفيدنا أعتقد 2 في 3 أو نشوف 6 و1. فراح ناخذ هنا 5 إكس و1 إكس، وراح ناخذ 6 وال1. حابة أجربها ونشوف، يعني إذا أنا حبيت أجرب من فوق يصير لو ما يصير، بس هو الأفضل دائما من جوا. بس خلينا نشوف. فراح يطلع لي السالب ينزل مالت 6، 6 في 1 6 إكس، والأطراف الموجبة إشارة الواحد، 5 في 1 5 إكس. طبعا إشارات مختلفة، فراح أقول له طرح أكبر سالب 1 إكس. زين، هذا الحل يشبهه؟ طلاب يشبهه.
لأن هي الإكس أصلا يمها واحد بس هما ما يكتبونه، يعني تقدرون تقولون إنه الحل مالتنا مضبوط. زين، شوف السؤال اللي بعده. طلاب اكو حدوديات ثلاثية بس ما إلها حل. هسه هذا 2022 دور التمهيدي، سوري يعني خارجي، طلاب الخارجي. نسوي أقواس هنا. نحل نشوف الإشارات. موجب ويا السالب مختلفات يعني سالب، السالب ويا الموجب مختلفات يعني سالب. ونحلل الأطراف. 15 جاية من 1 في 15 و3 في 5 والزيت جاية من زيت في زيت. فأني أريد أشوف يا رقم يناسبني ويطلع لي 8، يعني قبل لا أجرب راح ألاحظ أنه 3 زائد 5 ممكن يطلع لي 8 فيناسبني، فراح أخلي 5 هنا وال3 هنا، وراح أخذ زيت بزيت. أضرب الوسطين، الإشارة أنزلها 3 زيت، وأضرب الأطراف -5 زيت. الإشارة متشابهة فراح أقول له جمع أكبر -8 زيت. الإشارة الحل مالتي يشبه الحد الأوسط، يعني هذا الحل مضبوط. شوف السؤال اللي بعده. جاي هنا السؤال 2021 دور أول و2019 دور ثاني، وراح أعفى أني إلكم تحلوا لي. طلاب ملاحظة مهمة كلش، الأسئلة تتكرر مرتين أو بس مرة واحدة. ليش؟ يعني أنت ما تقدر تقعد تحفظ التمارين والأمثلة، ما يصير. طلاب أنتوا راح تحفظون الفكرة بس، لأنه الأسئلة ما تتكرر بالوزارة، يعني مو دائما تتكرر، بس أني أحلها حتى تشوفون الفكرة مالتها. هنا راح نسوي قوسين. هاي الأسئلة مسربة 2022. موجب ويا الموجب موجب، موجب ويا الموجب موجب. نمسحهن ونحلل الأطراف. هسه الإكس جاي من إكس في إكس، والستة جاي من 1 في 6 و2 في 3. إذا لاحظت 1 و6 الإشارة طلاب مشابهة، يعني الموضوع أكيد راح يصير جمع. فياهو اللي يفيدني بالجمع 6 زائد 1 7 ما يفيدني، 3 زائد 2 5 يفيدني. فراح أقول له إكس بإكس، أحط الرقم الكبير هنا والرقم الصغير هنا، راح يفيدني جوا. القريب ويا الوسطين، لأنه بالوسط الموجب مالت 3 تنزل 3 إكس، والأطراف موجب 2 في إكس موجب 2 إكس. راح أقول له جمع أكبر موجب 5 إكس. الحل مالتي يشبه الأوسط، يعني أني طلعت الحل اللي هو بالبرتقالي يردونه طلاب. هسه نشوف السؤال اللي بعده. هنا طلاب تلاحظون اكو رقم 2 ب4 ب8، ثلاثتهن ارقام زوجية، يعني اني اقدر اطلع عامل مشترك. فراح اقول له اطلع عامل مشترك، وبعدين احلل حدودية ثلاثية. يعني اول شي العامل المشترك، والشي الثاني راح اسوي حدودية ثلاثية. زين، شوف شلون. فنحللها اول شي فوقاها، نقول جاية من 2. طبعا الويات ماكو، فما اكو داعي يعني احلل الويات بس الارقام. وهنا ال4 جاية من 2 في 2، وال8 جاية من 2 في 2 في 2. سويها على قدها زائد هذا الموضوع اخذناه بالدرس الثاني، استعمال العامل المشترك. نطلع العامل المشترك، طلعت 2 برا. ايش بقى لي بالجهة الاولى؟ بس واي 2، والجهة الثانية بقت لي 2 واي، والجهة الأخيرة بقت لي 4. هنا طلاب ما يتحلل. ليش 6 ما يتحلل؟ شوفوا طلاب، يعني هسه احنا نقول نزلنا 2، تمام؟ نزلنا هسه 2. إذا اجيت حللته شو راح أقول له؟ موجب ويا الموجب موجب، موجب ويا الموجب موجب. بعدين ايش راح أسوي؟ أحلل الأطراف مثل ما تعودنا. الواي جاية من واي في واي، وهاي جاية من 1 في 4 و2 في 2. 1 و4 أجمعهن 5 أطرحهن 3. 2 ويا 2 أجمعهن 4 أطرحهن 0. فما يصير. ليش؟ يعني ما راح يطلع لي الحد الأوسط. طلاب اكو قانون شو يقول؟ يقول إذا، يعني الحد هنا
تخيلوا الحل خلاص ما إلها حل. ليش؟ يقول لك إذا واحد من الحدود ما بيشي بس تربيع، وهنا مثلا 36، نص 36 6 بالنص، هاي ما تنحل. يعني إذا الحدود بهذا الشكل. زين إذا أنا عندي مثلا واي تربيع، عندي 25، نص 25 5 واي، ما تتحلل طلاب. مثلا أنا عندي 36 بهاي الجهة، والواي تربيع بهاي الجهة، نص 36 6 واي، ما تتحلل طلاب. ليش؟ يقول لك إذا الرقم المربع نصه بالنص ما يتحلل. بس لو أكو هنا 2 يم الحرف أو أي شي أقدر أحلله. بس إذا نص المربع بالنص لا. مثلا أنا عندي إكس تربيع ناقص مثلا خلينا نقول 9 إكس زائد 81. الشي 81 مو جاية من 9 في 9، يعني هاي نصها موجود بالنص، فما يصير، ما تتحلل طلاب. هاي المسائل هاي شي شكلها تقولون ما نحلها، راح يصير الموضوع بها اختصارات وغير شي، فهيك شي ما يتحلل، يبقى نفس ما هو. زين هنا سؤال 16 اريدكم انتو تحلوا لي اياه. خلينا نشوف الشطورين اللي يعرفون يحلونه. سؤال 17 ايضا دي عامل مشترك جاي 2022 الدور الاول مدارس المتميزين. اول شي نطلع العامل المشترك، وبعدين نسوي حدودية ثلاثية بالتجربة. أول شي العامل المشترك وبعدين حدودية ثلاثية. نحلل الموضوع. هنا 2 الأكسات طبعا ما موجودات، بس الأرقام بكل مكان. وهنا 2، وهنا جاية من 4 في 3، الثلاثة ما تتحلل، والأربعة جاية من 2 في 2. نسوي قوس على قده والنواقص الإشارات تنزل، يطلع العامل المشترك طلع برا. أقول له إيش بقالي؟ بقالي بالجهة الأولى بس إكس تربيع، وهنا بقالي إكس، وهنا بقالي 3 في 2 6. هذا الستة منين جاي؟ جاي من أرقام، يعني جاي من 6 في 6. لا طلاب هذا إذا أنا أقدر أحلله. لو هذا 36 ونصه 6 بالنص كان قلت له ما يصير، يبقى. إذا هذا الموضوع أقدر أحلله. أنزل العلاقة مالتي هي العامل المشترك وأسوي قوسين، موجب في السالب سالب، سالب في السالب موجب، ونحلل الموضوع فوقه. يعني أقول الإكس منين جاية؟ جاية من إكس في إكس، والستة جاية من 1 في 6 و2 في 3. الإكس أول حد، الواحد في 6 ناخذ، لو 3 في 2 في 3 ناخذ 3 في 2. القريب ويا القريب أو الوسطين سالب 3 إكس، والأطراف موجب 2 إكس. الإشارات شبيهن مختلفة، فراح أقول له طرح أكبر سالب 1 إكس. السؤال هذا يشبه الحد الأوسط، بس إحنا قلنا الواحد يكتبه أو ما يكتبه عادي، يكتبه أو ما يكتبه طلاب عادي. فإذا راح أقول له الحل هو هذا. وما أنسى العامل المشترك مالتي. لحد هنا طلاب خلصنا إن شاء الله. أحط لكم رابط قناة التليجرام بالوصف، وتدزولي حل النقط اللي عرفت لكم إياهن عليه. خلينا نشوف الشطورين وينهم، ومع السلامة.